وعليكم السلام، أهلا رامي. أف... انت كيف كيف عرفتني يا حسن؟ معلوم. اهلا وسهلا. حبيت ابارك ليك الشهر باسم السيد حيدر يا شيخ حسن. اتفضل. قبل الكلام ما طول، ما عندي شوي خل اضحك عليك. لا، قبل بدون الكلام سخريه، انه بدون شوف سخريه، شوف بدون شوف شوف سخريه. قبل الكلام انت جاي تدور على الحاق مال امك اللي ايوه اللي ايوه، كانت. ارد عليك في ذلك ان شاء الله. انت بتقول لي جاي تدور على الحق، نعم ادور على الحق اللي كان عند امي، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لها في القران: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. فالحق كان عند امي يا حسن القريشي في بيتها، بدليل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. فكان في حق عند امي في بيتها. انا اقول لك، امامك الهارب الجبان، هل يوجد حق في بيته؟ لا، ضحكة التخنيف دي خليها ما تكون عند سيد عمود انت وعلاء بسكليتة. ارجع واسالك تاني، امامك انت قلت لي الحق اللي كان عند امك، قلت لك نعم، في بيت امي كان الحق ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، لان ربنا قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله القران والحكمه السنه. امامك المعدوم الجبان، هل يوجد حق في بيتي؟ لو رجال اجب. إمامي ليس بمعدوم، طيب، بل هو موجود وسوف هل يوجد له يخرج، حق؟ ويخرج عمر وأبا طيب، بكر. ماليش دعوه ما يخرج عمر وابو بكر. هل امامك لدي حق في بيتي؟ الله امر بنساء النبي اللي في بيوتهن بتبليغ القران والسنه. هل امامك الحجه يوجد حق في؟ هرب الجبان، هرب الجبان، الله اكبر. هرب الجبان حسن القريشي. احنا وراكم لندعسكم ايها الجبناء اهو. اهو، ها هو الجبان اهو. ده الجبان السباب، هذا الخنزير السباب اللي كان معانا الان، حسن القريشي. شوية جبناء مدعوسين لا وهنرعبكم، هنرعبكم وهندخل إلى بيوتكم باتصالاتنا وإن شاء الله. فأهو، وبإرسال الحق لكم. ها هو الجبان، شفتم؟ الله المستعان. ها هو الزنديق هذا، شوفوا يا إخوة، هذا بعمامته القذرة، بعمامته القذرة. كان معكم الجبان حسن القريشي من العراق. سبحان الله يا حسن، الكل شاف صورتك الآن في القناة والله، وفي التيك توك. ادخل يا حسن إلى قناة اليوتيوب، بكتب رامي عيسى المهتدين وادخل القناة الآن، شوف فضيحتك. كان معكم زنديق حسن القريشي من العراق. نعم يا أخونا ركان. اعتقد انه هو كان متابعك عشان كذا عرف ان انت متصل عليه. لا، أو ممكن يكون معانا في البث ولا حاجة. السلام عليكم. معك علي شيخ. طيب، اتفضل يا علي. السلام عليكم عليكم السلام. شيخ، أنا طلعت باش نقول لك أحبك في الله ونهبط هذا مكان. أحبك الذي أحترم من أجلي يا حبيبي، جزاك الله خير. ربي يوفقك، ربي يوفقك وأنت شرف لينا، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. وتقبل الله منا ومنكم صيام شهر رمضان إن شاء الله. آمين يا رب، آمين. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا مصطفى. تفضل يا مصطفى. رامي، صوتك عالي قوي يا مصطفى. انا ما سمعتوش والله يا ركان، كتمت صوته على طول لان كان صوته عامل زي الحمار، كان المايك بيشتم. شيخ. بقول لك كتمت صوته على طول، حسيت ان صوته عامل زي الحمار، لكن ما سمعتش حاجه. ولا كان بيشتم؟ ايه لحقنا عليه. الحمد نجس. لله. انا خايف بس ندخله الزريبه يجي حد يركبه، ما هو حمار. شكرا لي. اللي بعده. بص بص، تكلم يا حمار، تكلم يا حمار. الحمد لله مشي. كنت هطلعه تاني بس بحسبه زي دول صم بكم عمي. ناخد معمم آخر.
بسم الله. معانا مين تاني؟ الشيخ أبو جواد. أبو جواد. ناخد أبو جواد وبعدين ناخد مداخلة على التيك توك. يعني النهاردة إن شاء الله تركين المجال للجميع، سنة وشيعة، وبالأخص السنة النهاردة اليوم كثير بفضل الله. يا الله، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيد حياك الله أبو جواد، بشرونا عن صحتكم. الحمد لله بخير، الله يحفظك. دعونا لكم في الزيارة، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. هل أنت تقلد الشهيد الصدر؟ السيد السيستاني. ما شاء الله. أنت ترى أن التدخين في رمضان ما حكمه لديك؟ تدخين؟ نعم. والله حسب كل ما رجعوا إلى يعني. لكن الشهيد الصدر يرى بجوازه. الشهيد الصدر يرى جوازه، والسيد السيستاني كذلك هم، بس عدة أشكال به يعني. لكن يعني هو لأنه من الغبار الخفيف. نعم، من الغبار الخفيف. هو يعني الإشكال في اللي يدخل بالمعدة، ما أعتقد هو يدخل للمعدة، يصل للرئتين. أيوة، هو يصل للرئتين ثم يخرج مرة أخرى. نعم. يعني إذا لف الموالي السجار وشربه إلى الرئة لا يصل إلى المعدة. نعم، هو ما أعتقد يعني ما أعتقد بإفطار. نعم، ما في شيء، هذا شيء بسيط. لكن هو لا شيء بسيط. أنت تعرف أن لا يجوز للمرأة أن تجلس في مسبح وهي صائمة، أو كما قال السيد السيستاني قال ذلك، يخشى أن يدخل الماء. ما نعم، مش يدخل من المعدة. والله فتوى صحيح. السيد السيستاني تعرفها؟ الارتماس. الارتماس، تعرف فتوى السيد السيستاني؟ المرأة كانت يعني لا تجلس في الماء، بانيو أو شيء من ذلك. لا ما. نعم. لا، ما العلم به. نعم، هذه عند السيد السيستاني. يعني أنت تدخن كم سيجارة في اليوم؟ أنا ما كنت أشرب سجاير، حاليا ما أشرب. هل أنت تحرمها؟ ها؟ أنت تراها حرام؟ في شهر رمضان لو في أي وقت؟ لا، في أي وقت. حرام للمبتدئ، باعتبار هي أذية للصحة، وأي شيء مؤذي بالصحة هو بإشكال شرعي. أحسنت والله. يعني كمبتدئ. لكن لو مو مبتدئ خلاص ينجري فيها. لا بعد لا جار، هو شيء متعود عليه يعني، ما أعتقد بها إشكال حسب رأي السيد السيستاني. نعم. والأرجيلة أيضا هي من كذلك نفس الشيء، وهي لا تفطر. الأرجيلة، شرب الأرجيلة في نهار رمضان لأنها تدخل إلى ماذا؟ إلى الرئتين. نعم، إلى الرئتين، لكن بها طعم. هي النرجيلة بها طعم تختلف عن السيجار. لكن هل هذا الطعم يعني هل يفطر ولا ما به؟ والله ما بعد ما له علم. نشرب أرجيلة يعني نشيش أرجيلة سادة بدون طعم. نعم، سادة أفضل إن شاء الله. أخ أبو جواد. نعم. ليش دين الشيعة حلل كل شيء؟ الله يعافينا، حتى التفخيذ. إيش هذا يا عم بالله عليك؟ إيش هذا الدين يا أبو جواد؟ شرب التدخين في نهار رمضان وإيش هذا يا أبو جواد؟ وغبار خفيف وغبار لطيف وغبار إيش هذا؟ هو يعني حسب معلومات، أنا مو قوي بالمعلومات الدينية، بس هو يعني أول شيء دين تسامح، دين الإسلام تسامح. إيه وأنت يا السجاير تسامح؟ أنت بتضيع صحتك وأنت لسه قايل من شوية. هو التدخين تسامح؟ أبو ركان، أبو جواد، أنا اسمي رامي عيسى. مش عارف، قد يكون مر الاسم عليك. اسمي رامي عيسى. لا ما. الحمد لله، أنا مسلم موحد، لا أريد أن نقول سنة أو شيعة. نحن إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ما اكو فروقات اليوم، بس اكو ناس مع الأسف يعني هي
هي اللي جاي يسوي فروقات في الدين. في الله ولد وكيلك. في هي ولد كل ما من هنالك. البصرة، يوجد ولد من البصرة اسمه إيه. علاء بسكليتة المهدوي، هل مر عليك الاسم؟ نعم، على المهدوي. هذا الولد بسكليتة، حتى بعض وكلاء المرجع السيستاني تكلموا فيه. كان في واحد اسمه محمد أبو نعم شنبات نعم نعم أخذه إلى. المهم، فأنا نعم. أقول يعني أنت من البصرة أم من وين؟ من البصرة. نعم. هل هذا الولد له تأثير على الشباب هناك في الإساءات والطعنات ولا ليس له تأثير؟ لا ما له ذاك التأثير الحمد القوي. لله. كبداية ظهوره نعم هسه حاليا ماكو أي تأثير. الحمد لله. هو حتى وكلاء المراجع حذروا منه صراحة، لا يحمل علم ولا فهم ويطعن في ويتهم. لا ما يطعن. لا هو هذا أقدر أقول من نوع الهمجي إذا تفتهم هاي اللغة. صحيح. نعم، علاء بسكليتة همج. ما أعتقد شيء. اي والله شوف أخي العزيز، كل ما هنالك اكو اي شيء واكو حب وود واحترام بيناتنا الشيعة والسنة، فما اعرف يعني اكو ناس جاي يسوي هاي الفروقات ليش ما، وهاي الزعزعة جاي يسويها ليش ما، وين يدون يوصلون ما ادري. ايوه فكل ما هنالك انا معك، انت رجل عاقل. اخي العزيز، الله وكيلك. ومحمد كيف هيستخدم التقية الآن ونكشف التقية. الله سبحانه عز وجل واحد، ماكو يعني، والقرآن هو واحد. نعم، أنا أريد القرآن واحد. أنا معي الآن، أنا أخ أبو جواد تسمعني. نعم. أنا معي الآن، أنا الآن في برنامج أصلا ويسمعك الكثير من السنة والشيعة لكن لا يرون صوتك، وأنا من أهل السنة والجماعة. نعم. وأريدك أن تقول لا إخواننا. أيوة، سمعتم؟ السيستاني يقول أرواحنا السنة. الله، أنفسنا. السيستاني يقول أرواحنا. أنفسنا. نعم أنفسنا. يعني إذا يا شيخ أبو جواد، يكون عمر بن الخطاب هو نفس علي بن أبي طالب، أليس كذلك؟ نعم، ماكو اختلاف. هو لا يعني باكر هي هناك، هي باكر هناك تصفى يا الصح ويا الخطا. باكر هناك الله. لا أنا سألتك سؤال أبو جواد، هل عمر نفس علي أم لا؟ عجبني يا رجل. عمر الخطاب نفسه قال لولا علي لهلك عمر. لا، ما سألتكش عن ذلك، هل عمر نفس علي أم لا؟ إن شاء الله نفسه، إن شاء الله نفسه. أقول لك هو بكل الأحوال ما الله عليه رافقوا الرسول، ما دام رافقوا الرسول وتبركوا بشوفته. الله عليك يا أبو جواد. وأنا أقول لك الله يوفقنا وإياك، وكل معي لعن الله من قال أن عمر كسر ضلع الزهراء. لا أقول لك احنا ما لنا غرض باية هاك، ولا أو ما ادري يعني جاي يسوي هاي الفروقات. السيستاني لم ينكر كسر الضلع. نعم. والشهيد الصدر لم ينكر كسر الضلع ولا بدون تقية. أليس عمر قتل الزهراء عند السنة والشيعة؟ بدون تقية. موجود هذا الشيء. نعم. أيوة، أنا عايزك تستخدم لعنة الله على من يعتقد أن عمر قتل الزهراء فيلعن عمر. لا، مش موجود يا حبيبي، ومش موجود عند السنة. واللي أول من ألف هذه القصة يا أبو جواد هو هذا الزنديق الكتاب المسمى سليم بن قيس. فبالله عليك ما تستخدمش التقية معايا، لأن إحنا شبعانين من الشيعة. الله يوفقنا وإياك ويأخذ بيدي ويدك إلى الحق. حتى أنهم يقولون أن عمر كسر ضلعها وأسقط جنينها وعصرها بين الباب والحائط والقطيع يبكي في الحسينية. عمر كسر ضلع المجوس وأسقط إمبراطورية كسرى. فعشان كده أتباع المجوس إلى الآن يقولون. لكن أنا ما زلت بقى، أنا أدعوك إلى الحق، إلى مذهب النفس المطمئنة، مذهب أهل السنة والجماعة اللي أنت قلت أنفسكم. فأنا أدعوك للإيمان بخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قل أشهد أن أبا بكر ولي الله. لا احنا اقول لك بعد هسه عندنا حاليا على الخلافه ساكتين ان شاء الله، ولايه الامام علي عليه السلام. عرفتوا انه كان بيستخدم التقيه وبيشتغلنا؟ لا، ما انت برضه. طب قل اشهد ان ابا بكر وعلي اولياء الله. ارجوك. انا ما عندي اشكال، اولياء الله ان شاء يعني الله اولياء الله هم ما دام مسلمين. هذا يعني ابو بكر يعني اذا ابو بكر هو الخليفه بعد النبي بدليل انك شهدت انه ولي الله.
لا انا ما شهدت، انا جاي اقول لك هو احنا هسه حاليا معتقدنا الشيعي هو الخليفه الامام علي من بعده. دليلك ايش؟ ادله هوايه ادله، بس انا ما يعني ما مطلع بهاي الامور حتى طيب اعطيك انا دليل اقول لك يا واضح، اخ، يعني لازم اعطيك دليل واضح. أخ أبو جواد، والله وبالله وتالله إنك على عقيدة باطلة مخالفة لما كان عليه علي بن أبي طالب، أقسم بالله. إن أردت الحق أدعوك الآن إلى الحق من القرآن الكريم دون أن أأتي إلى السنة بشيء، والمصحف في يدي. تقبل؟ نعم. تقبل مني أن أدعوك وأفتح لك الكاميرا إن أحببت؟ لا ما تفتح كاميرا. طب أدعوك إلى الحق الآن من القرآن، تقبل؟ القرآن نعم شيء أكيد، القرآن طيب. هو قرآننا هو. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية اللي في سورة الحجرات، الآية رقم 8: واعلموا أن فيكم رسول الله، اللي هم الصحابة، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله، للصحابة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ثم أثنى على عقولهم فقال أولئك هم الراشدون. فالصحابة الله حبب إلى الصحابة الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. هل أمثال هؤلاء يغتصبون خلافة عبد الله بن سبأ اليهودي اللي زعمتوها لعلي بن أبي طالب؟ تفضل. لا هي هسه زين تقرب ولاية الإمام علي لو ما تقر كخليفة من بعد الرسول. أول من قال هذا الكلام هو عبد الله بن سبأ اليهودي، وهذا موجود في كتاب فرق الشيعة للنوابخت، والجمهور يرى الكتاب في يدي الآن. أول من قال بفرض إمامة علي بن أبي طالب هو عبد الله بن سبأ اليهودي، ثم صار إخواننا في الإنسانية الإمامية على ضربه. فهذه عقيدة يهودية. قال لابد لكل نبي وصي، في كتاب فرق الشيعة للنوابخت. لا أقول لك هو هسه أنا اليوم أقر بالإمام علي كهو خليفة، وأنت تقر بعمر وأبو بكر وعثمان هم الخليفة، مو صحيح؟ ماذا استفادت الأمة من خلافة علي بن أبي طالب في معتقدك؟ تفضل. لا هسه أنا ما أرد بالمعتقد. أنا أقول الإمام علي وأنت تقول أبو بكر، وين المشكلة؟ إذا هم هذا مسلم هذا مسلم، ما أشوف يعني. لم يقبل علماءك بذلك لأنهم قالوا أن إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرض وجب الإيمان بها. نعم ببيعة الغدير، هي بايع الرسول بأدلة وأحاديث وهاي، بس قلت لك أنا ما. أين استدل علي بن أبي طالب ببيعة الغدير؟ بيعة الغدير دي كلمة بيعة الغدير كلمة مختلقة، ما استدل بها علي؟ بعد ما له علم بها يا أخي العزيز. تسنن وانجو بنفسك من النار يا أبو جواد، والله معتقد النفس المطمئنة. إن شاء الله. لا أنا ما عندي إشكال، أقول لك سنة أنفسنا وأرواحنا وأخواننا ومسلمين وقبلة واحدة قرآن واحد. إذا أنت بذلك الكلام بإذن الله تبارك وتعالى تقبل أن تكون سنيا. أنا ما غرض، أنا هاي مال الشيعي والسني هاي تالي طلعت، هاي الناس الفتنة خلقتها. أنا لا، عبد الله بن سبأ اليهودي هو اللي اختلق هذه الفتنة. أما الصحابة جميعا كانوا يدا واحدة. قلتم لا، الصحابة قسمين: الصحابة المنتجبين، وقلتم أن الصحابة المنتجبون هؤلاء هم 5 فقط: علي وعمار وسلمان والمقداد وأبو ذر، والصحابة المرتدين البقية. وقلتم أنت قلت أن بيعة الغدير فرض وواجبة، أليس كذلك؟ هو أقول لك إن شاء الله بعد ما دام إحنا نقول مسلمين، الله يبعدنا من هذا الخلافات والحقد. أنا دعوتك إلى الحق يا أبو جواد، لكنك أردت أن تعود إلى استخدام التقية. أسأل أن يشرح صدرك الحق. أتمنى تتابعني على اليوتيوب الآن. لا إن شاء الله. اكتب على اليوتيوب الآن يا أبو جواد، اكتب على اليوتيوب الآن رامي عيسى. اي نعم، رامي عيسى، هيفتح لك قناتي والبث المباشر. تابع البث وأسأل أن يشرح صدرك يا أبو جواد. لا نعم. الله يحفظكم ويديمكم إن شاء الله ويوفقكم. آمين. الله يديمنا للدعوة الشيعة إلى الحق، وأن يوفقنا لدعوة الشيعة إلى ترك دين الآباء والتمسك بالقرآن والسنة. أقول لك الشيعة إن شاء الله على حق، بس أكو ناس مضللين جاي يشوه بالسمعة مع الأسف. ما هم كيف يكونون على حق وهم ينتظرون إمام معدوم؟ أنت تنتظر إمام غائب أم معدوم؟ لا هي أقول لك بعد غير إمامنا هذا شلون؟ يعني كيف إمام غائب من 1200 سنة لا حديث لي ولا مقولة لي؟
كيف أبايع شخص لم أنتفع به؟ لا إن شاء الله منفعة موجودة. وين إن منفعة شاء إيه؟ الله موجودة المنفعة. فين المنفعة؟ إن اعطيني شاء الشيء الله. دليل، إن اعطيني شاء دليل الله. على إن شاء المنفعة. الله. إن شاء الله. فين إن شاء الدليل؟ الله أحضر أدلتي، أتصل بيك طب كيف ونتحاور. أنتم تحتجون على الناس بإمام لا يرونه ولا يسمعونه ولا تنقل إليهم أحاديثه؟ أنا كاتمه من عندي. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يوفق الجميع، وإن شاء الله يكون اتصال ثاني وأنا خادم لك. أتشرف بك أبو جواد. هل الأمة انتفعت؟ حبيبي يا حبيبي. الأمة انتفعت بأبي بكر أكثر أم بإمامك الغائب؟ الأمة؟ الأمة انتفعت لا بأبي. الأمة شقين من شقين. لا الأمة من شقين. ما أقدر يعني ما أنا أقدر أحكم مغلقه. لك إياها، هو أحصرها بزاوية أبو بكر أو بزاوية الإمام المهدي عجل الله فرجه. ما أقدر أحكم لك إياها الأمة هاي. في شقين. انشق يعني إيه؟ إيه يعني هي الأمة في شقين. الشق يعني اللي يقول الإمام المهدي عجل الله فرجه، والشق الثاني يقول أبو بكر. طب أنا بسألك، الأمة استفادت دي من إمامك المهدي؟ ما استفادتش شيء. أما أبو بكر صاحب الغار، ثاني اثنين، رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، صاحبه في هجرته وفي قبره، تزوج بنته وروى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح خليفة للمؤمنين. نعم. أما إمامك ماذا استفدنا منه يا أبو جواد؟ أحسنتم جزاكم الله. سكر الخط في وجهي، زهق. أحسنتم مسكر الخط، ما عنده دليل ولا عنده بينة ولا عنده أي شيء. الله يهديك يا أبو جواد، الله يهديك. وإن تأتيهم بكل آية فلا يؤمنوا، يعني مهما تحاول تجره لتبين له الحق، هو يستخدم التقية وصاد. أنتم تنادون يا صاحب الزمان، هل صاحب الزمان هذا يقدم لكم شيء؟ كيف تتمسكون بغائب؟ الله يشرح صدرك يا أبو جواد ويأخذ بيدك إلى الحق. كان عندنا سؤال اليوم، لدينا سؤال وأردنا أن نسأله للمناظر أبو مدين. أبو مدين تسمعنا؟ نعم تفضل أخ رامي، حياك الله وبياك. ثواني أبو مدين، تسمعنا شيخ؟ نعم. معلش بكلف عليك تسحب الشاشة مرة ثانية وتعمل قبول، الله يحفظك. على إيش؟ على الترويج اللي جاك الآن. ما يردون أبو مدين لأنه يحكي الحق. يا ابن الناس. يا ابن الناس. لأنه يعطي إلزامات لا. ثواني يا أبو مدين. لا كده أنا قبلته كده يا أخونا ركان، صح؟ تمام، إن شاء الله توصل رسالة للمروج. تفضل أبو مدين الآن. أبو مدين كان لدينا سؤال. ما هو؟ كيف نحتج على الناس بإمام لم يرونه ولم يسمعونه ولم يقرأوا له حديث، وأمة تموت خلف بعدها أمة بعد أمة وهكذا دون أن ينتفعوا به؟ فكيف نقنعهم بهذا الإمام وهل نحن نستفيد منهم؟ تفضل. طبعا استفادت الشمس في عندما يعني تستظل بالغمام بنور الشمس. الكلام ده تقوله في الحسينية بيتصدق يا أبو مدين، لكن احنا عايزين حاجة. ما احنا بقالنا 1200 سنة الناس بتموت. اما واحد يموت في السكرات اقول له استفدت ايه من الامام؟ يقول لي الشمس وفي سحاب فالشمس نور الامام. لا الكلام ده احنا عايزين واقع عملي بقى. يعني الكلام ده نضحك على بعض. اسمعني بس يا ابو مدين، اسمعني يا ابو مدين. الكلام ده نضحك على بعض في الحسينية او احنا جالسين مع بعض نقوله، لكن احنا عايزين دلوقتي امام لم نراه ولم نسمعه ولم نقرأ له حديث واحد، فماذا نستفيد منه؟ تفضل. بدون سخرية. عذرا أنا صلى الله عليه وآله يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. قسطا وعدلا مش قسطا. تاني حاجة يا أبو مدين، أنا ما كلمتكش. اسمعني يا أبو مدين، اسمعني يا أبو مدين. اسمع الجواب. طب ما اسمعني بس. يبقى أنت يا أبو مدين الآن بتقول لي هيملأها لسه، إذا نحن لا نستفيد منه، صح؟ إذا نحن لا نستفيد منه لأنه لسه هيملأها في آخر الزمان. تفضل. أنت تتكلم ألف كلام وأنا أتكلم كلام واحد. أنت سألت تسمع الجواب.
الحديث المتفق عليه بين أهل القبلة إنه يملأ الدنيا يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، والنبي يقول من بعدي 12، ولا ينطبق هذا الحديث إلا على الأئمة ال12، لأن الخليفة الأول سألوه عن فاكهة وأبى ما استطاع يجيب. الخليفة اسمعني بقى الإجابة مني بقى، اسمع الإجابة مني. ما عرفش يجيب الفاكهة وأبى، وإمامك الثاني عشر بقاله 1200 سنة ما عرفش يجيب سؤال واحد، لكن أجاب الخليفة على أسئلة كثيرة وأصبح خليفة للأمة، كما أنت قلت الآن الخليفة، والنبي قال 12 خليفة، فأنت قلت الخليفة هو فأصبح خليفة. لكن إمامك ماذا استفدنا منه؟ هل أجاب على مسألة واحدة؟ تفضل. لا. كيف يملأها قسطا وعدلا؟ يملأها لسه، يعني هيملأها في آخر الزمان، هيملأها في آخر الزمان مش الآن. يبقى إذن اعترف إن إحنا لم نستفد منه، إذن لا نستفيد منه. 12 عندك، من هم ال12؟ ما مش سؤالي دوت، مش هروح لحديث ال12، مش هروح لحديث ال12. ننتقل أول إن أنا وأنت إن إحنا لم نستفد من إمامك الحجة. أنا تكذب رسول الله، تكذب رسول الله. انزل انزل. شفتم أيها الأكارم؟ مفيش استفادة من إمامهم الحجة. هو اعترف قال لك هو النبي قال هيملأها، وده إمام آخر الزمان، وده مهدي آخر الزمان، المهدي اللي بيخرج في آخر الزمان. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ده مهدي آخر الزمان. أما وهو اعترف إن هو مهمته في آخر الزمان. طب ليه منتظرونه؟ وليه بيطبق حديث لا يزال الدين عزيزا وليه 12 خليفة؟ وهذا لا ينطبق على إمامك الثاني عشر، ده لا ينطبق على إمامك وإمامك خليفة، حتى لا ينطبق على زين العابدين ولا الآئمة إلا الحسن وعلي رضي الله عنهما فقط. خليفة بيده أمر المسلمين ويخلفهم، لكن إمامك لم نستفد منه. الحمد لله مهدي الإمامية الاثنى عشرية اعترف ضيفنا الهارب المحاور، اسمه ايه ابو اخونا المناظر؟ ابو مدين ابو بطيخ. ابو بطيخ كان معنا المناظر ابو مدين ابو بطيخ، وكتب على اسمه المناظر. المشكلة ايها الاكارم ابو مدين ابو بطيخ دوت، المشكلة ده القوي فيهم اللي يعمل كده، يعرف ايه؟ يراوغ. اقواهم المراوغ، يراوغ روغان الثعالب، لكن هو يقدم ويتكلم لا يستطيع. نسأل الله السلامة والعافية. ناخد اتصال آخر. أنا مو ظاهر عندي أحد، تأكد شيخ إذا حسابات خاصة طالبة عندك. طيب خلينا نشوف كده. طب خلينا إن شاء الله هنأخذ بعض الاتصالات على المعممين أيضا إن شاء الله. عندنا مين؟ ناخد مين تاني؟ ناخد الشيخ هاني بلبوط. بسم الله. الشيخ هاني بلبوط. يرد على بس الشيخ هاني بلبوط ونسجله. يلا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله سماحة الشيخ هاني، لقد دعونا لكم في الزيارة. حبيبي مشكور وممنونك، والله يبارك فيك. أنا محب السيد حيدر وموالي، ودعونا لكم ونتمنى أن تزورونا. جزاك الله خيرا. أين أنت؟ أنا من مصر. إيه على الرأس والعين يا أهل مصر يا غيارة. أنا أتمنى أن تزورونا يا شيخ هاني بلوط. حبيبي الله يبارك فيك. الله يوفقنا لصيام رمضان وقيام رمضان، آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد، كيف صحتكم؟ كيف العيال؟ بخير إن شاء الله؟ والله بخير، عندي ابنتي فاطمة. أي والله الحمد لله. أي الله. الله يبارك فيك.
خلي لك إياها ويحفظ لك الجميع إن شاء الله. والله يا شيخ كان عندي سؤال لو كان وقتكم يسمح. تفضلوا إذا كان أحد بالإمكان. أبناء العامة عندنا في مصر قال: كيف يحتج على الناس بإمام لا يرونه ولا يسمعونه ولم يروى لهم حديث واحد أو كلمة واحدة منه وهو الإمام الحجة؟ وماذا استفدنا منه؟ وما الفرق بين الإمام الغائب والإمام المعدوم؟ تفضل يا سماحة الشيخ هاني. والإمام من؟ المعدوم. المعدوم. نعم. هذا أحد أبناء العامة اسمه رامي عيسى قد سأل هذا السؤال. نعم. أولا الأحاديث الشريفة موجودة بوجود الإمام المهدي عجل الله لا تعالى أحاديث فرجه. له، ويقصد أحاديث للإمام نقرأها في أبواب الطهارة، في أبواب الصلاة، في أبواب الزكاة، في أبواب الحج. إمام، نعم للإمام. هلا الإمام عليه السلام كما تقول بعض الأحاديث أنه تستفيد منه الناس، كيف أن الشمس تستفيد من السحاب سبحان منها الناس ولو غطتها السحاب، فكذلك الكون كله يستفيد من نور الإمام. فين بقى الأحاديث؟ من بركات الإمام. فين نعم. الأحاديث؟ أين أحاديثه وكلامه؟ أنا لو قلت هذا العمي هيقول لي الشمس نستفيد منها ونراها، أما إمامك لا نراه. أنا أريد يعني لم نسمعه، لم نراه، لم نرى أحاديثه، هو كالمعدوم. هو هذا العمي يقول ذلك. هو ليس معدوم حبيبي. الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، عن الأئمة عليهم السلام، يخرج في آخر الزمان. نعم يخرج في آخر الزمان. طب يعني احنا دلوقتي مش بقى لنا 1200 سنة لحد آخر الزمان، كمان قد يكون آلاف السنين لم نستفد منهم. حبة طول بالك. معلش انت عارف المصري بيحب بقى يتكلم. ماشي، حبة ما لناش نخلط الأمور مع بعضها كلها سوا حبيبي. يقبرني قلبك يا شيخان. حبيبي الله يحفظ لي اياك يا رب ويبارك فيك حبيب القلب. ليك عمليا هلا كل المسلمين يقولون ان الامام المهدي سوف يخرج في اخر الزمان، صحيح؟ نعم صحيح. البعض يقول انه سوف يولد، والبعض الاخر يقول انه هو موجود. فنحن خلينا نروح الى ما يجمعنا وليس ما يفرقنا، خصوصا في هذه الايام. الذي يجمعنا هو خروج القائم من آل محمد ابن سيدة نساء العالمين فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، ويملأ الأرض وجورا. خلينا نتفق ونذهب إلى ما اتفقنا عليه، وهذا خير أمر نجتمع عليه إن شاء بس هو الله خائف تعالى. من الشرطي العباسي، والرواية في كتاب الكافي أنه قال إن غيبة الإمام. بقول لك خلينا نروح على ما نتفق عليه ولا نذهب إلى ما نختلف عليه. المهم أنه موجود أو سوف يوجد على رأي البعض، ويخرج ويملأ الأرض قسطا وعدلا. طب احنا في غيبته استفدنا ايه؟ انتوا بتقولوا لو لا يوجد إمام لسخت الأرض، فاستفدنا ماذا في غيبته؟ يا حبيبي هلا نحن هلا شو ما قلت لك، هلا انا ربما الاخر ما ياخذ منك وما يصدق. عمليا خلينا نروح الى ما نتفق عليه، وكفانا التشرذمات. اي والله وكفى المؤمنين القتال بولاية علي. انا اقول كيف اقنع هذا العمي ان الامام موجود، والفرق بين الموجود الامام الغائب والامام المعدوم، كيف اقنعه؟ ماشي نعم ماشي حقول لك اني هلا الخضر موجود ولا غايب؟ غير موجود، لان الله قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم: وما جعلنا لبشر من قبل. اسمعني بقى زي ما سمعتك. السيد المسيح موجود ولا مو موجود؟ قال الله تبارك وتعالى إني متوفيك ورافعك إلي. لكن إمامك أنت بتقول إن أنا مطالب بمبايعتي والاقتداء به والأخذ منه ولم نستفد منه. خليك معي شوي يا حبيبي. يعني هلا عيسى مقتول ولا موجود؟ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يعني قصدك تقول أن عيسى ميت ولا موجود حي؟ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يا خي ماشي، أنا عم بسألك عن هو موجود ولا ميت؟ الله قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يا حبيبي أعطيني إيه بس جاوبني على هذا الجواب الأول. أنا أجاوب من القرآن، لأن الإمام جعفر الصادق قال: أي شيء يخالف القرآن فاضربوا به أرض الجدار. فالله قال في القرآن: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يعني موجود يعني ميت والله حي. أنا عندي لا يا شيخ، أنا أجتني فكرة. إيش رأيك نبيع السحاب
لأن أنت الإمام تحت ننتفع منه كما تنتفع السحاب من الشمس، فنقول أن السحاب هي الإمام ونبايعها. يا حبيبي اسمعني شوي، عيسى ميت ولا حي؟ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إيه جاوبني بس، ميت هو ولا حي؟ قال الله تعالى بل رفعه الله إليه. رفعه إليه يعني ما زال حيا ولم يمت. نعم صحيح. وإبليس حي، فالإمام الحجة حي. ممكن أنا أقول له أنت ما هو إبليس حي والإمام حي. لك ماشي ماشي فهو هو كإبليس، لأنه لو خرج لقال الناس والله هذا ليس من آل محمد، لو كان من آل محمد لرحم. ويبدأ بالعرب. يا حبيبي يبدأ بالعرب. يا حبيبي يا عيوني يا حبيبي، يعني في إمكانية للإنسان إنه يعيش. الخضر له آلاف السنين، النبي عيسى كذلك له 1000 و2000 سنة مثلا. طب أنت كل اللي بتجيبه دلوقتي موجود في القرآن الكريم، الخضر موجود وعيسى موجود، وين إمامك الثاني عشر اللي هو أفضل من الأنبياء عندك؟ وليش نبايعه ولولا لسخت الأرض؟ ماشي، قصدي موجودين ولا مو موجودين؟ إيش هؤلاء؟ موجودين يعني أحياء. فهب أن هذا حي كما هؤلاء أولئك أحياء، فهذا حي. لماذا تستبعد الأمر يا حبيبي؟ طب ما هو حي وعنده القرآن الصحيح وعنده السنة الصحيحة، وطريقنا ننقسم إلى أصولية وإخبارية. والأصولية أنت من مدرسة ولاية الفقيه، طريقنا ننقسم لولاية اسمعني شوي حبيبي. سلامتك تعبان يا شيخ. سلامتك. مشان هيك اذا تعبان اسم الله وعم تكرن كلهم شوي حبه. طيب ليش الامام تركنا ننقسم الى اخباريه واصوليه، والاصوليه ولايه الفقيه والتفكيكيه؟ لك ما حجاوبك. ارجوك ما تسيبنيش تايه يا سماحتي. اسمع شوي حبيبي. عيسى وقت اللي اجوا بدهم يصلبوه يقتلوه، تركهم هو وسابهم؟ والله هن اللي اجوا يقتلوه ورفعه الله. هم أرادوا قتله، صح؟ نعم. فرفعه الله. كذلك هذا الإمام الثاني عشر قتلوا جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في المسجد، وقتلوا الإمام الحسن، وقتلوا الإمام الحسين، وقتلوا علي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق الذي تتلمذ عنده رؤساء المذاهب الأربعة، وقتلوا الأئمة ال11. وبقي هذا الإمام الثاني عشر حتى لا يقتل ويذهب وتنتهي قصة الدين في الأرض، فرفعه الله تعالى أو غيبه الله عن الأنظار. وليس هو الذي ده غايب من أيام العباسيين، ده غايب بقى له 1200 سنة، يعني بقى له 1200 سنة خايف، يبقى مش هيخرج دلوقتي خالص. مو هو خايف، هو لا يخاف. الله سبحانه وتعالى رفعه، يعني الله غيبه عن الأنظار حتى لا يقتل هذا الإمام، لأنه هذا النور الأخير الموجود في هذا الكون. لأنهم قتلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مضمون الحديث أنه الأئمة 12 وكلهم من قريش. لا هذا كذب. النبي قال الخلفاء من بعد 12 خليفة ولم يقل الأئمة. ده رقم واحد. رقم اثنين، لا إمام غيب كما في كتاب الغيبة للنعمان للطوسي. لو مضمون الحديث. طب اسمعني بس أرد عليك زي ما أنت بتسمعني بالله عليك. يعني اسمعني. أنتم توجبون البيع. أولا هل تستطيع أن تثبت لي ولادة الإمام الحجة من أمه نرجس؟ لأن التي رأتها هي حكيمة عمة الإمام، وهذه المرأة الخوئي حكم عليها أنها مجهولة. ونساء الإمام كانوا يراقبون من قبل هؤلاء العباسيين، فكانوا لا يرون أثر الحمل على نرجس. فاذكر لي 3 شافوا الولد هذا وهو نازل من أمه. طيب ليك، أولا أنت ابتدأت بالكلام كيفك يا شيخ، وأنا دعيت لك بالزيارة. شوف يا شيخ بالله عليك بقى نعمل مظلومية. ما عجزت عن الإجابة وعرفت أن أنا من أهل السنة والجماعة مذهب النفس المطمئنة. أجيبني مين اللي شاف إمامك دوت؟ لأن الشيعة بعد موت الحسن العسكري انقسموا لحوالي 13 فرقة. لك ما حكيت، ما خليني أحكي يا حبيبي. اسمع، سلامة قلبك. تعبان يا شيخ، ادعي لي أنا معايا تربة كربلائية والله، بس مش هينفع أكلها أو أسجد عليها، لأني لم يسجد عليها أحد من الآئمة. من أول من سجد على التربة الكربلائية؟ مكتوبك. اسمع شوي يا حبيبي، اسمع. أول قلت لي دعيت لك، قلت لي عندنا نحن في مصر، وأنا
من يا أتباع شيخ أهل أجبني أرجوك يا شيخ، مين اللي شاف أم المهدي وهو بيتولد نرجس؟ ولماذا اختفى؟ ولماذا غاب الغيبة الصغرى وقابل السفراء الأربعة؟ ولماذا غاب الغيبة الكبرى؟ ومن الذي رآه؟ وليه الشيعة انقسمت بعده ل 13 فرقة؟ السلام عليكم. أنت ما بدك تسمع، أنت لا بدك لا تضر لي لا ببطنك. اتفضل ما اتفضل بدك تسمع. اتفضل السلام عليكم. اتفضل. لا اتفضل يا شيخ خالد. طيب رجعت بعدين قلت لي عندكم، كنت عم تقول لي أنا منكم. شفتم؟ هيعمل مظلومية العين بدك حبيبي لك تقية كما قال الإمام جعفر الصادق، تقية. بدك اسمع حاجة حر كلهم سوا، اسمع شوي. المذاهب الخمسة موجودين، الحنبلي والشافعي والمالكي والشيعي وحتى المذاهب الأربعة. الشيعي مش مذهب، لأن في كتاب الأنوار النعمانية اعتقادات في نور الإمام دين الإمامية. لك اسمع لك إذا تسمع حسكر الخط وخلاص. لا السنة والشعب يسمعوك وانت في البرنامج الآن على الفضائيات. اسمع شوي إذا ما تعصبش يا شيخ هاني. حتى المذاهب كلها تختلف في الآراء، في الفتاوى، بالتاريخ، بالسنن، بهذه. بس انتم دين مش مذهب، قلتم بتحريف القرآن وسب الصحابة والغلو في آل البيت. يلا سلام عليكم. لا خلاص اتفضل خلاص اتفضل. كل واحد له رأيه وله اجتهاده. الذي يجمعنا القرآن الكريم. لا انت عندك جل علماء الإخبارية قالوا بتحريف القرآن، نعمة الله الجزائري، محمد بكر المجلسي، محمد بن يعقوب الكليني. يلا الله معك. لا خلاص اتفضل. لا خلاص اتفضل. لا اتفضل اسكت اتفضل. الذي يجمعنا القرآن الكريم. لا محرف عندكم. لا اسمع شوي. مش مزبوط هالكلام. اسمع، مش هذا كلام باطل، مش مزبوط. لا نعمة الله الجزائري الملقب برئيس علماء الشيعة قال بتواتر القول بتحريف القرآن، ومحمد بكر المجلسي قال بوجود أكثر من 2000 رواية تقول بتحريف القرآن. كل مساجد. لك اسمع شوي، روح لك، هذا كذب وافتراء. أقرأ لك والله الروايات الآن لو تحبه. في كتاب الكافي الفايد الكاشاني اعترف أن الكليني يعتقد بالتحريف. لك اسمع روح إلى كل مساجد الشيعة تجد هذا القرآن كله الطبع المصري وطبع بيروت. لأن الإمام الثاني عشر قال لكم الهارب تعبدوا بالقرآن اللي مع أهل السنة والجماعة حتى أخرج بالقرآن الحقيقي وأخفى عنكم القرآن الحقيقي. اسمع. تفضل. طب اسمعني احكي لك هالكلمة بس، اسمعني شوية. هذا افتراء كله. اليوم نحن يجمعنا القرآن ويجمعنا النبي محمد، ولا نحن على أبواب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قلتم بتكفير أزواجه وبتكفير أصحابه. لك اسمع. تفضل. أنا مريض. أنا مريض يا شيخ. كلمة اسمع شوي. خلينا نفكر بما يجمعنا، وروح فكر بأهل غزة وبالمساكين. والله أهل غزة يجمعنا، لكن هم من أهل السنة والجماعة ولا يعتقدون بوجود الإمام الغائب. فالإمام الغائب لو خرج سيقتل أهل غزة قبل ما يقتل اليهود، لأنه يقتل العرب أولا. ولو تحب أقرأ لك الروايات اسمع شوي وأنا أقرأ لك. هرب وسكر الخط. كان معكم الشيخ اللبناني اللي من حزب الله هاني بلوط، ما يستطيع أن يجيب. وما استخدمنا التقية معاه في البداية حتى نستقطبه كما هم يستخدمون التقية مع أهل السنة والجماعة. ما كان منهم إلا الهروب والجبن. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله الذي عافانا من هذا المعتقد. الحمد لله الذي جعل أهل السنة والجماعة متمسكين بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مقتدين بالصحابة وآل البيت. ونسأل الله أن يهدي الشيعة ويأخذ بأيديهم إلى نور التوحيد. بقى 1:03. زهقتم ولا ايه؟ اتفضل يا حسن. اسمع شوي. عايز نسمع عشان نستخدم التقية. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا حسن. جواب على فائدتنا من الإمام المهدي. نعم. في كتاب صحيح مسلم ذكر عندكم من لا يعرف إمام زمانه فمات وهو جاهل. ها هو صحيح مسلم. أين ذلك؟ نحن نعرف إمام زمانه. أين؟ ها هو صحيح مسلم. أين هذه الرواية؟ تفضل. لا أذكر بس أنا سامعها. لا ابحث عليها يلا وطلعها لي. أنا معك اهو. يلا. أنت تقصد الرواية اللي ثواني لا تكون هي. أنت تقصد الرواية اللي في باب الحجة
من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية؟ تقصد هذه يا حسن؟ حسن راح يبحث. نعم. تقصد هذه الرواية في باب الحجة، من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية؟ تقصد هذه يا حسن؟ نعم نعم. ما عندناش في صحيح مسلم كتاب اسمه باب الحجة، وما عندناش رواية مثل هذه يا حسن. هذا كذب برضه يا حسن، مفيش حاجة من دي. شكرا. استنى بقى يا حسن، استنى، تعال انا عايزك يا حسن. حسن تسمعني يا حسن؟ الله يشرح صدري وصدرك الحق. تسمعني يا حسن؟ نعم. شوف يا حسن، نعم. نحن الأولى لنا أن نعرف ربنا. من ربك وما دينك ومن النبي الذي بعث فيك. تعرف ربك وتعرف دينك وتعرف نبيك. فعلمائك يا حسن هدانا الله وإياك يا رب، وأخذ الله بيدي ويدك إلى ما يحب ويرضى، جعلوكم تعلقوا قلوبكم بشخصية خرافية وزعموا أنها غائبة علشان يبعدوكم عن الله تبارك وتعالى. فترى قلبك يا حسن يلجأ إلى إمام الزمان. إني أريد أمانا يا ابن فاطمة مستمسكا بيدي من طارق الزمان. فقلبك يتعلق بإمام الزمان، الإمام الغائب، وهو إمام الزمان صاحب العصر والزمان، وألقاب عظيمة عياذا بالله. فجعلوا قلوبكم تعلق بهؤلاء، حتى حينما تلجأ إليه، حينما تريد شيء تطلبه منه فتبتعد عن الله تبارك وتعالى. والله قال يا حسن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صحيح حسن؟ صح، بس احنا ما نطلب من عده، احنا نطلب من الله في سبيله. ما أنا لسه قايل لك دلوقتي إني أريد أمانا يا ابن فاطمة مستمسكا بيدي من صح ولا لا؟ صح. ما هو ده طلبت منه، إني أريد أمانا يا ابن فاطمة مستمسكا بيدي من طريق الزمان، ده طلبت منه. أو إني أريد أمانا، والأمن من؟ الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن بتوحيد الله، الأمن بتوحيد الله. أما الشرك يجرك إلى الحرام، يجرك إلى الخوف. ده رقم واحد. رقم اتنين أنت بتقول يا حجة الله أدركني، أليس كذلك؟ نعم. هذا طلب منه يا حسن، إن لم يكن طلب إني أريد أمانا يا فلان يا حجة الله في سبيل الله. ما فيش في سبيل الله في كلتا الدعوتين، وأنا أعرف كتب الشيعة. ما فيش في سبيل الله. لا تحاول أن تخادع نفسك يا حسن، لأن المسألة مسألة خلود أبدي في النار. والله الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه ما يشرك بالله فقد حبط فمأواه جهنم. إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الشرك بيحرم عليك الجنة ويكون مأواه النار أبدي. فأنا أريدك أنك تفكر يا حسن، واعتبر هذه نصيحة من القلب لك. والله لا تطلب إلا من الله. الله قال في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. فأنت لا تطلب إلا من الله يا حسن. الله يوفقنا وإياك يا رب. نعم. ولا تسأل إلا الله. فرق بين شخص بيقول لك اطلب من فلان وشخص بيقول لك اطلب من الله، لأن ربنا قال في القرآن ذلك. عشان كده يا حسن أنا عملت تحدي لمحاور الشيعة أن يأتون بآية واحدة من القرآن تأمرني بدعاء غير الله أو تجيز لي دعاء غير الله. لم يأتوا إلا بآية الوسيلة يا عيني علشان متشابهة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. سألتم هل الأئمة كانوا يبتغون الوسيلة بالأموات؟ لا. هل الأئمة كانوا يدعون الله أم يدعون البشر؟ قالوا لي كانوا يدعون الله. إذن الآية عليكم ليست لكم. فلا نطلب منك يا حسن أنك تدعو الله وتسأل الله، وأسأل أن يشرح صدرك للحق يا حسن. نعم نحن ندعو الله. شكرا لك يا حسن. شكرا. مع السلامة. إن شاء الله مثل حسن هيأتي بإذن الله تبارك وتعالى مهتدي إن شاء الله. أسأل الله أن يهديك يا حسن
وإن يأخذ بيدك إلى الحق بإذن الله يا حسن، تأتي مهتدي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. الله أسأل الله أن يهديك. النت عندك سيء جدا يا أستاذ بدري، النت عندك سيء جدا. دخل سيد شيعي منذ قليل، عملت له دعوة، لكنه يعني أول ما دخل شاف الدعوة خرج من البث تاني. الله يهديهم يا رب، يخافون من الدعوات. دعونا لكم في الزيارة. ناخد اتصالين تانيين. حضر لنا كده يا شيخ محمد، خلي الشيخ محمد يقرأ لكم سورة البقرة اليوم. مقفول. يعني كان شغال الأول وأنت قفلته. فإن شاء الله إن شاء الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. إن شاء الله تحضر لنا كده يا شيخ محمد، تاخد لك 3-4 صفحات كده بس، شوية بس إن شاء الله. أبشر. ياخد مداخلة بعض المعممين. اتفضل يا أستاذ بدري. اتفضل يا بدري. طيب بدري عنده مشكلة في الاتصال، ناخد اتصال بعده. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. وحي جميع الموجودين يا اخوان. اتفضل يا كابتن. وصل لنا ولكم التوفيق والسداد، اللهم امين يا رب. اخونا ركان معنا، نزله يا ركان. معك شيخ. كابتن اوشن تسمعنا؟ نزله. اتفضل يا محمود. محمود تفضل. في مشكلة عنده الصوت. طيب ضيفنا الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ رامي؟ الحمد لله، حياك الله. تفضل. الله يبارك فيك، كيف صحتك يا الحبيب؟ الحمد لله، الله يحفظك. الله يحفظك ويبارك فيك. قبل شوية حكى هذا المعمم اللي انت اتصلت عليه انه يجمعنا القرآن وهالكلام هذا. أنا من أهالي السماوة. شو السماوة كلها ما بها دار واحدة لتحفيظ كتاب الله إلا القبور موجودة عندنا، لا يوجد غير القبور نهائيا، زين ما نعرف غيرها والله. الله أكبر. هذا كذاب. أي والله. أعلم يا حبيبي، هؤلاء أبعد الناس عن القرآن الكريم. حتى شهر القرآن، شهر رمضان، الناس منشغلة بالقرآن، أفتوا فتاوي في كتبهم بحرمة قراءة القرآن للشيعي الذي يتتعتع في القرآن، لأن هذا يكون من باب الكذب على الله لو أخطأ في القرآن، فيبقى بيكذب على الله، وهذا يبطل صيامه ويصبح مفتر. فحتى في شهر القرآن أبعدوهم عن القرآن الكريم. نعم، بس مجالس، يسوون مجالس. احنا شوفنا بس مجالس عندنا، بس هذا اللي موجود عندنا بالسماوة، اللي انا عشته وعشت طفولتي كلها فيه. ماشي، انه ما في غير اللطم يجي هذا وياخذ فلوس، لا من مكان لمكان، مش والحسابة بتحسب. أيوة. يروح على هذا بياخذ منه، يروح عند هذا بياخذ منه، تفهمني؟ على السريع شلون سمعان انت بخبز العباس، على السريع بتشاهم وما اعرف شلون، وراح للثاني واخذ من هذا وترس جيبه فلوس وراح. هذا هو شغلهم. ما هي مجالس يذكر فيها غير الله، فتطمئن قلوب هؤلاء وتشمئز من مجالس التي يذكر فيها الله، فهم يعني تطمئن قلوبهم بذكر غير الله تبارك وتعالى، لكن اطمئنان شيطاني يعني. كله كذب على آل البيت، بس كله كذب، من كذب لكذب. ونفس القصة، هو يروح يتكذب هنا أو يروح للبيت الثاني نفس الشيء. نسأل الله السلامة والعافية يا حبيبي، وأن يوفقنا وإياك. وسامحونا من زلة اللسان يا الحبيب. جزاك الله خيرا، شكر الله لك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها السلام عليكم.
اتفضل يا حبيبي اللي موجود معانا على الواتس. اي نعم شيخ، عندي 3 أسئلة. تهتدي لو أجبتك عليها؟ لا أنا مهتدي أصلا. ما شاء الله، ثبتك الله. اتفضل يا حبيبي. اي والله مهتدي، يعني من الشيخ وليد إسماعيل، بس ما صارت لي فرصة إنه أتصل عليه، لأن يعني أنتم إن شاء الله كلكم أخوان. الله يثبتك ويبارك فيك. اي نعم شيخ، أول سؤال عندي، أنا مهتدي وسط بيت شيعي، تمام؟ نعم. والصلاة مالتي تصير صعبة علي، فأقدر أصلي وأنا سابل إيدي؟ طبعا. وأنا قلت يعني مو المهتدي مشكلة؟ المهتدي له 5 أمور أنصح بها. أولا، نعم النصيحة الأولى أن يصلي وهو مسبل اليدين، فصلاتك نعم صحيحة، إلا لو كنت في نعم مكان مغلق على نفسك وتعلم أن لا أحد يراك. صلي نعم وأنت مسبل اليدين، صلاتك صحيحة. أصلا الإسبال اليدين لا يبطل الصلاة، بل هو من السنن. نعم شيخ. رقم 2، نعم توضأ. يجوز لك أن تتوضأ في الحمام لو خشيت أن يراك أحد، فيجوز أن تقول بسم الله نعم خارج الحمام، ثم تدخل تتوضأ وضوء السني، ثم تخرج وتتوضأ أمامهم الوضوء الشيعي حتى لا يراك نعم أحد. الله يثبتك ويبارك فيك. نعم ثالث نقطة أنصحك بها، ضع التربة نعم القبلية أمامك ولا تسجد عليها، لكن إن اضطررت أن تسجد عليها فاجعل أنفك يلمس الأرض. أوكي. اتفضل يا حبيبي. اي شيخ، السؤال الثاني عندي بس على غسل الجنابة. نعم. نعم، غسل الجنابة هل يكتفي انه بس انوي نية وادخل بالماء، او له شروط معينة؟ نعم يكتفي ذلك أيضا، ويرفع عنق الجنابة. إنك نويت كده كده أصلا تغتسل لرفع الجنابة وتعميم نعم، يعني الجسد اهم شيء كله النية بالماء. بالقلب. نعم، نية بالقلب. لا نعم، يعني اهم شيء النية بالقلب. ولو نزلت جسمك كله تحت الماء فخلاص رفعت الجنابة. انا يعني شلون افهمك انه هو دوش مال ماء، فيعني أيوة. لازم اتحرك على مود يوصل جسم الماء كامل. نعم كامل. وانتبه لأن في خطأ بيقع فيه كثير سواء سنة أو شيعة يعني. نعم وهو الاستكثار من الماء اللي بينزل هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ب4 أمداد، فالواحد لا يأتي نعم بماء كثير. مش لازم ان بعضهم يظن ان لابد ان كل شعرة في الجسد لابد ان يأتي عليها الماء، هذا ليس بصحيح. يعني انا نعم مقصدي شيخ، بس انك مفهوم. الانسان لا يكثر من الماء، من استخدام الماء. نعم، يعني اهم شيء النية بالقلب والحمد لله. نعم يا حبيبي. سؤالك الثالث. نعم، السؤال الثالث شيخ، انه الفطور على وقت الفطور. ممكن عادي، ممكن نعم تأتي الوقت الصحيح هو مع الأذان، لأن إذا اختفى قرص الشمس فخلاص دخل وقت الإفطار، فممكن تفطر على تمرة دون الو أن يراك. شيخنا. تسمعني يا حبيبي؟ الو أخي الحبيب، تسمعني الآن؟ نعم نعم اسمعك. ممكن ان انت وقت الافطار الصحيح نعم تفطر على تمرة ثم تنتظرهم الى الافطار عادي، تفطر معهم حتى لا يشعرون، لا بأس. اوكي، يعني هو شيخ احنا اصلا متعودين انه اول ما يصيح الله اكبر نفطر. هو انتوا الاذان عندكم متاخر جدا، ينتظرون الى تشابك النجوم وده عذاب. لكن احنا يعني انا عادي امشي عادي انه على الاذان اللي المسجد اللي بصفنا. نعم هو مسجد، اذا قال الله اكبر مسجد افطر. شيعي صح؟ نعم نعم. ماشي. انا بقول لك يعني انت لو عرفت الوقت مع غروب الشمس ممكن تفطر بماء كده. مشكلة ما اعرف والله، مشكلة. شفت لما الشمس تغرب خالص؟ ايه استنى 5 دقايق كمان كده ولا حاجة قبل أن يدخل ظلام جامد زي ما أنت بتشوفه. هم بينتظروا أنت بتفطر مع الظلام صح؟ لا احنا يعني اللي متعودين عليه انه اول ما يقول الاذان الله اكبر نفطر. خلاص افطر معهم يا حبيبي. الله يسعدك. أوكي. أنا لا أريد أن أثقل عليك تمام. إن شاء الله. الله يحفظك. تمام. وتواصل معي يا حبيبي عشان تنضم معنا لأكاديمية حفظني القرآن، تتعلم معنا القرآن الكريم نعم. مجانا إن شاء الله. اكتب لي أنا المهتدي اللي كلمتك. نعم. هبعت لك رقم الشيخ، تتواصل. عندنا تعليم قرآن مجانا في رمضان وفي طيلة العام إن شاء الله. نعم إن شاء الله. مشكور. شكر الله لك يا حبيبي، جزاك الله خير. أهلا. مع السلامة يا حبيبي. مع السلامة. الله يثبتك يا حبيبي ويوفقنا وإياك. المهتدي رقم 2 معنا بفضل الله تبارك وتعالى. ثبتك الله وبارك الله فيك وأحسن الله إليك. طيب خلينا ناخد مداخلة من هنا
على فكرة الكاميرا الأولى فصلت ولازم تتغير علشان ما نيجي نقرأ. خلينا ناخد مداخلة أخرى. اتفضل يا ضفنا نقطة. اتفضل يا نقطة. تسمعنا الشيخ؟ أهلا. أيوة يا حبيبي اسمع. معك رضا شيخ. نعم رضا معك. طيب اتفضل يا ضفنا. اتفضل يا رضا. اتفضل يا أستاذ رضا. أبولوية. اتفضل يا رضا. السلام عليكم شيخنا. عليكم شيخنا عندي سؤال يعني ما فاهمه يعني في صحيح البخاري يعني. نعم يا رضا. ما هو السؤال يا رضا؟ ما هو سؤالك في صحيح البخاري يا رضا؟ ما أدري من حط لي كتب. لكن في صحيح البخاري يعني ما فاهمه أنا. رقم الحديث 3104. قام النبي صحيح البخاري. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال: ها هنا الفتنة 3 من حيث يطلع قرن الشيطان. هو شنو يقصد يعني على عائشة أو على يعني لا على لا اتجاه ناحية عائشة؟ يقصد العراق ما أدري والفتن يقولون التي أتت في العراق وإيران وما شابه ذلك. ورأينا قرون كثير. بس خلينا أوضح لك يا رضا الأول. إما أنا أقول واحد يقول لي أين الكوب فأشير إليه نحو المكتب، هل أنا قصدت أن المكتب هو الكوب؟ لا أنت أشرت نحو مكان. أحسن. طب ما يقول لي أين الكوب فأشير إليه إلى هذا، فأنا قصدت أن هذا الكوب ولا لا؟ قال لي أين الكوب فأشرت إلى هذا فهذا الكوب صح؟ يعني صح؟ خليك معايا بس واحدة. هذا الكوب صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أشار نحو مسكن، الرواية تقول أشار نحو مسكن عائشة ولا أشار إلى بيت عائشة؟ انتبه معايا. النبي لم يقل النبي نفس المسكن بيت. أيوه النبي لم يقل، النبي صلى الله عليه وسلم منها هنا بيت عائشة تخرج الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم أشار هكذا. يعني أنا مثلا في بيت وفي كنيسة وفي مسجد، فواحد قال لي أين المسجد؟ فأنا أشرت نحو الكنيسة تمشي في هذا الاتجاه، فهل أنا قصدت أن المسجد هو الكنيسة؟ لا. فالحديث اللي أنت أتيت به الآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار نحو مسكن عائشة ولم يشر إلى بيت عائشة، فكان يخطب ويقول الفتنة تخرج منها هنا. لذلك أتلقى الرواية الثانية في البخاري وفي مسلم أشار نحو المشرق، فنحو المشرق خرجت فتن. لذلك أنت انظر الآن الفتن اللي خرجت من إيران وهي كانت نحو المشرق، ومن الفرق اللي خرجت بقول بتحريف القرآن وسب الصحابة وتأليه آل البيت. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بيت عائشة هو الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هل ينفع نقول أنا وأنت يا رضا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في قرن الشيطان؟ ينفع؟ لا ما يصير. وهل الشيعة يزعمون أن عائشة منعت الحسن من أن يدفن في بيتها؟ هل الإمام الحسن أراد أن يدفن في قرن الشيطان؟ لا صراحة أنا ما أعرف الرواية. نعم يعني هذا مكان هل المكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو قرن الشيطان أم بيت مبارك؟ بيت مبارك. الله يوفقك يا رضا ويشرح صدرك للحق يا رب. شكرا لك يا رضا. آمين يا رب. شكرا لك. مع السلامة. مع السلامة. كان معنا ضيفنا رضا شيعي عاقل من العراق. ناخذ نقطة. تفضل يا نقطة. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. تفضل يا نقطة. شلونك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله الله يحفظنا وإياك. الله يسلمك. شيخ عندي شبهتين بس بتجاوب عليهم. تفضل. هات واحدة. حديث في صحيح مسلم 4240 أن عمر قال إنه كاذب وآثم، وحتى أبي بكر. طيب أولا عمر لم يقل ذلك، ده اللي قال هذا الكلام العباس رضي الله
عنه هو وعلي ما أتى بخلاف مع علي رضي الله عنهما، فعمر أراد أن يرد الكلمة. ثانيا هذا الحديث لو كان علي يرى أن عمر رضي الله عنه كاذب آثم غادر ما ذهب للتحكم إليه، لأن عندهم رواية في بحار الأنوار أن من تحكم إلى طاغوت فقد كفر، فأتى يتحكم عليه. ثانيا هذه رواية تقر أن علي رضي الله عنه أقر بأن بحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، فأقر بما قاله الصديق رضي الله عنه في بداية الأمر في مسألة فدك. ثم أقر علي رضي الله عنه بأن الحق كان معه ومع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السؤال الثاني إيه بقى؟ قول عمر لعلي بخن لك، هذه عرفتها له؟ هذا حديث ضعيف، ما حصلته في اليوتيوب. هذا حديث ضعيف. ضعيف. نعم حديث ضعيف. بخن لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن، وإن قلنا بصحته فليس فيه شيء، فعلي مولى كل مؤمن، والله قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وليس أئمة بعض، فالمولى هنا ليست من الإمامة أو العصمة. وهذا حديث بخن أظن فيه هانئ. خليك معايا كده أجيب لك الرواية عشان ما حدش يقول لي هي ضعيفة ليه. حديث بخن لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن بعدي. ضعف الحديث بسبب ضعف الإسناد. ليه؟ في الوراق عن شهر مطر الوراق عن شهر بن حوشب، ده واحد من الرواة، فهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به. قال المؤلف لا يجوز. مين بقى مطر الوراق؟ وإسناد ضعيف لضعف في شهر مطر كما قال الشيخ الألباني، وابن الجوزي قال في العلل المتناهية هذا حديث لا يجوز الاحتجاج به، ومن فوق إلى أبي هريرة ضعفاء. شهر ضعيف وتكلم فيه جماعة، وضمر بن ربيعة الفلسطيني صدوق يهم، فكثير يعني جل العلماء يرون بضعفه. جزاك الله خير، ما قصرت، الله يطول في عمرك. شكرا الله لك يا حبيبي، حياك الله. الله يحفظك. مع السلامة. مع السلامة، جزاك الله خير. أيها الأكارم ما شاء الله، احنا عايزين ناخد بقى كده ربع ساعة قراءة مع القرآن الكريم، ايش رأيكم؟ نسمع قرآن. خلينا ناخد إحسان كده ومن ثم نختم. اتفضل يا إحسان. احنا بقى لنا قد ايه؟ 40؟ اتفضل يا إحسان. أهلا يا إحسان. السلام عليكم. تفضل يا إحسان. عليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. شيخ عندي سؤال. تفضل. هل تجوز الصلاة وراء الصوفي؟ ينقسم الصوفية إلى أقسام عدة، فلو كان منهم من الغلاة الذين يرون بالسجود للقبور والتوسل وطلب الحاجات من الموتى فمثل هذا لا يجوز. لكن لو كان رجل وسطي أو لا يفعل مثل هذه البدع الكبيرة فيجوز إن شاء الله. والله أعلم، واسأل أهل العلم. أيها الأكارم لا تدخلون في مثل هذه المسائل. الله يسعدكم يا رب.